جزائري، يعني هو حيتحدث معك بالجزائرية يعني بلغتهم عشان يفهموه 100% الجزائري. يتكلم معي جزائريه قاع دروه. جزائري قال لك هضر معاه دروه. بالجزائرية ديالكم. صافي. دروا. ايوه ايوه ايوه. تفضل. قلت لك انا تسمى مشيت من مكنات حتى للقرقارات، جامي شفت هكذا يعني عالم منا ولا منا، شفت غير العالم المغربي. اما القضيه هذيك تاع الناس اللي انا عندي 8 شهور هنا، شفت الناس بزاف يهضروا على بوليزاريو، صرحت بليزير فوا قلت لهم شهادتي لله انا كجزائري نعرف بوليزاريو داخل اراضي تندوف. انا اللي يقول لي بوليزاريو نعرفها داخل اراضي تندوف، انا حددت للصحراء ونعرفها بلادي. النقطة هذه. وأي سؤال تبقى تقترحوا عليا أنا هنا أخويا، شهادة انا لله أي اسالك سؤال اسالك اسالك الان، انت كجزائري هل ضايقك اي مغربي في البلاد؟ حسسك انك غريب؟ سبك؟ لعنك مثلا؟ تحرش بك؟ عمل لك اي شيء؟ افتح الميكروفون. لا يا أخي والله شهادة لله، عندي 8 شهور وأنا هنا. شوف خلصت لي 3 شهور الأولى تاع جواز السفر، حضرت حتى للقرقرات، جامي تعرضت للمضايقات. كونترير المغرب فيها الأمن والأمان أخويا. ولا كيفيرونس يعني الدراهم تاعهم طالعين 1000 درهم تدير 2 مليون 500 جزائرية. 1000 درهم تسمى تشيلك 2 ملايين دراهمهم يقضيو. والقدرة الشرائية تاع المواطن مليحة. أنا براسي كنت عشت ايامات في مدينه العيون، كنت 200 درهم نعمر بها الثلاجه 10 ايام تكفيني. 200 درهم هي 20 اورو دراهمهم يقضيو، والمعامله مليحه اخويا. وكتب لي ربي صمت شهر رمضان في مدينه العيون. ومن بعد اخي سعد ليله قبل العيد الفطر، قبل العيد الفطر بنهار صونوا عليا في التليفون الواتساب وهدوني انا وياسين دياز، يعني هو جزائري مقيم في المغرب وطبيب المجانين، وهدوني وقالوا لي نقتلوك ونديروا لك. يهدوا فيا من الجزائر. يهددوك لماذا؟ هل انت مارست اي نشاط سياسي من المغرب ولا شيء؟ انا دوك نقول لك واش درت اخي اسعد وانت احكم. انا صورت يعني طابور في الولايه تاعي في الشرق تاع الجزائر، طابور على البيدون تاع زيت تاع 5 لترات، صورته بالهاتف تاعي وكان الطابور فيه 1300 بيرسون. وبارطاجيت الفيديو هذاك. لوطو اللي بارطاجيت الفيديو انا في الليله هذيك ما كنت في البيت، عيط لي خويا قال لي جات شرطه تحوس عليك على الوحده تاع الليله، ما حوسوا على الفيديو. وحنا خويا اسعد النظام الديكتاتوري، يعني بان نعرف لك باللي عندنا نظام ديكتاتوري. لحظة، لماذا لم تصور الطوابير في المغرب أيضا؟ ما كانش الطابور في المغرب. انا عندي 8 شهور شهاده لله، جامي انقطع علي الضوء وجامي حليت الروبيني ولقيت الماء ما كانش. هذو 3 حوايج نشهد بهم لله، جامي تقطع علي الضوء جامي راه علي الماء هنا في المغرب، ما وجامي ما جات شوف الطابور. ما شفت طوابير المغاربة على الحليب والبترول يا أخي؟ أنا شفتهم. أنت كيف ما شفتهم؟ في المغرب انا والله آه. صدقني طوابير والله طويلة. نتحاسب بها ليوم الدين. انا عندي 8 شهور وانا هنا. شوف قعدت في مكناس، قعدت في كازابلانكا، قعدت في طنجة شهرين، وقعدت في ناظور في بلاصه سميتها العليوي، العلوي. وقعدت في العيون. اقسم بالله غير جامي شفت الطابور. انا خشيت هنا لسونتر كوميرسيال سميتو مورجان، انا هملت عدت ابحث عن الخرجات تاع سونتر كوميرسيال مورجان كبير. هما البضاعه دير طابور على البشر، ماهيش البشر اللي دير الطابور. هذه حقيقه اخي اسعد والله. كيف شهاده لله. البضاعة البضاعة عاملة طابور على يعني كي تدخل على الانسان، يعني كي تدخل سونتر كوميرسيال مورجان وانت تمشي تشوف طابور تاع زيت، تشوف طابور تاع طماطم، والانسان يمشي على رجليه ويهز الحاجه. والله ما شفت الطابور والله، شهاده لله اخويا اسعد. هذه حقيقه اخي اسعد والله ما شفت الطابور. قول له احنا في الباديه يعني. لحظة يا أخي، لحظة، خليه يعيد خليها هذه. كيف قلت لي البضاعة عاملة طابور على الإنسان المغربي؟ يعني كي تدخل للسونتر كوميرسيال مورجان تشوف يعني إيه. ليزيتاجير فيهم البضاعه، ويعني المواطن المغربي ولا السائح يجي عقب يهز علبه زيت يهز. ما شفناش احنا طابور في الجزائر برك. طيب أنا يعني أنت جزائري، أنت جيت من الجزائر فقط 8 شهور فقط، صح؟ ولا كنت في الجزائر؟ انا جيت من الجزائر عندي 8 شهور وانا مقيم في المغرب.
طيب المجاعة، شفت المجاعة اللي في المغرب؟ مجاعة يا أخي، مجاعة قاتلة. ما شفت اخويا، والله ما شفت، هذه حقيقه والله، غير شهاده لله والله ما شفتها. ما يمكن تروح تصلي في المسجد، تصلي الظهر ولا العصر، كي تخرج من المسجد، احنا في الجزائر كي تروح تصلي الظهر ولا الجمع ولا صلاة العصر، كي تخرج من المسجد تلقى الناس يستناو بزاف، هذوك اللي يطلبوا. في المغرب ما عندهمش الظاهرة هذه، تخرج تلقى 100 شخص تو الباب يقول لك صدقة لله. ما كان هنا صدقة لله، هذه حقيقة ما شفتهاش أنا هنا، شهادة لله ما شفتهاش. طيب وأنا أنت نقول لك كيف لا، الجزائر ماشي مليحة. لحظة، كيف دخلت أنت إلى المغرب؟ قول له المكان، قول له اسمح لي، قول له المكان اللي راك فيه دابا كي داير وشنو فيه المكان اللي راك فيه دابا. أنا شوف، قبل ما نجي للمكان هذا اللي أنا فيه سلسلة جبال الريف، كنت مقيم في مدينة العيون. قبل ما يهدوني بالتليفون، يعني كنت العيون ثاني تقولها لاس فيغاس. العيون أنا نكومباريها بلاس فيغاس، يعني الصحراء يعني والطرق الطريق يعني تاعها مخدومة. مقارنة بالجزائر لاس فيغاس. لا العيون نقارنها أنا بتكساس تاع أمريكا، بتكساس الصحراء فيها لي جاردان مخدومة، فيها لي جاردان العيون بزاف، والبنية يا أخي الذاتية. يا أخي أنت جزائري، لماذا أنت تهون وتقلل من شأن بلدك هكذا يا أخي؟ لماذا تنافق المغاربة بهذا الشكل؟ لأنك عندهم ساكن عندهم. لا شوف يا اخي، نقول لك مانيش نقلل من بلادي، انا بلادي نعرف التاريخ تاعها، ونعرفها باللي من 62 هما حاكمين العصابه، ما داروا والو. احنا المسؤول اللي يجي يسرق. احنا بلادنا رانا في حاله طوارئ، مانيش انا ننكر. انا كي نقول لك كاينه حاله طوارئ في الجزائر، امني. في رمضان هذا الاسبوع الاول عيت لما قسما بالله خويا اسعد، على 7 تاع الصباح تستنى في الكاميو تاع الحليب تدي 2 كاير حليب. اقسم بالله الوالده تاعي عيط لها في الواتساب، لقيتها برا تستنى في الشاحنه تاع الحليب باش تدي 2 ساشيات حليب. قسما بالله العلي العظيم. يا عيب، شد يعني الطابور دير لاشين على الحليب. انا كي نقول لك حاله طوارئ، انت يعني انسان يعني مثقف وعندك معلومات. لحظة أسألك بالله، أنت حلفت أن أمك وسلامي للوالدة الله يحفظها ويبارك لها شدت الطابور على الحليب. يعني حكاية طوابير الحليب وهذه حقيقية موجودة عندكم؟ حقيقة أخويا أسعد، قسما بالله غير حقيقة، غير الناس تعاني على الحليب وعلى الزيت وعلى المواد، يعني لاليمونطاسيون. أقسم بالله غير الناس تعاني عليها. وأنني ولد أحياء شعبية، أنني مش شرق الجزائر. كي نقول لك شرق الجزائر تقدر تقول قسنطينة، تقدر تقول ميل، تسمى بلاستينة معروفة. ما نوضحش الولاية باسوك عارف. احنا عبالك تلموا المخابرات الجزائرية مختصين غير في التيك توك، يحاربوا غير في الأحرار في التيك طيب توك. ماذا عن اللحوم أسعار اللحوم عندكم؟ يعني كيف سعر اللحوم؟ تأكلوا طيب لحما؟ اللحم الخروف 280,000، يعني 28 أورو، 28 أورو. سمك السردين وصل ل 1500 دينار. اصبر 280,000. 280,000 دينار. 28 أورو الكيلو تاع اللحم. دوك نقول لك طول بالعملة الصعبة، يعني 280,000 جزائرية. 28 أورو للكيلو. السردينة 15 أورو. أيوة. السردينة دير 15 أورو، 1500 دينار، دارت 150,000 بدراهم الجزائر. لكن احنا في المغرب راك شتي في المغرب بيت الطايش ب5 درهم. شرينا اللحم سوم 5 ما تكومباريش. 85 كيلو 85 درهم. احنا مش كيما انتم، احنا الدراهم طايحين. انا نقول لك 1000 درهم عندنا 10 دراهم 5 يعني اورو ونص ما كيفوتهاش. احنا الدراهم طايحين والمعيشه غاليه في البلاد. تفضل اسمح لي قطعتكم، اسمح لي تفضل اسمح لي طيب خويا يا اخي ما اسم الاخ الجزائري؟ ما اسمه؟ ما اسمك؟ وليد. يعني الكيلو اللحم ما يقارب 30 يورو قيمة الكيلو. قريب 30 أورو. طيب 28 أورو ولا. لماذا الناس عندكم صابرين على هكذا وضع، وانتم ما شاء الله عندكم نيف وكذا؟ ليش الناس ساكتين؟ ما ذوق نفهمك، هذه النقطة اللي حبيتك توصل لي لها باه تسألني سؤال كيما
ماهيش الناس ما ساكتين، الناس مغلوب على امرهم، اللي يهدر يهزوه المخابرات. انا عندي صحابي كلهم في الحباس من تيزي يوزوا، يعني لي كروند كابيلي لي فريق باين الكل داوهم. تهدر تقول الحاله مش مليحه ولا تريكلامي على حقك يديوك. انا واحد من الناس العبد ضعيف لاني توالك درت فيديو جاني 13 استدعاء، وعندي صحابي جاهم استدعاء. شوف يعني المخابرات الارهابيه الاجرام اللي عندنا، يجيك استدعاء تروح للكوميساريه تلقى يطلعوك القسم تاع الشرطه القضائيه، تلقى 4 سيفيل يركبوا لك يعني الكاغول على راسك ويديوك ويعذبوك ويزيدوا يغتصبوك. احنا المخابرات راهي تتعدى على الشعب خويا اسعد. يغتصبوك. انت مثقف وتشوف. لحظه شوف انت كي تشوف شويه اسمع يتم اغتصاب. اغتصابات قسم المخابرات يتعداو عنا جزائريين بزاف داوهم خطفهم المخابرات وتعداو عليهم باه يديروا له تورتير مورال، باه الطفل يخرج كيما نقولها عنده ابريسيون. داروها بزاف وهم الفيديوهات في اليوتيوب. كاين طفل من الجي في عمره 17 سنه كي جاو يهزوه المخابرات، الوالده يعني يماه قالت لهم نروح مع وليدي، قالوا لها لا. طيب جاو لابسين زي مدني تاع الشرطه. وليد انا الان سأسألك أسئلة لكن ترد علي بعدين. خمم فيها من الآن ورد علي بعد أن آخذ هذا الأخ أوكي. أحمد والروكان. تمام. أنتم باعتبار أنك أنت مواطن جزائري لحظة يا أخينا أحمد، سد المايك. أي سد المايك يا أخينا. باعتبار أنك ولدت في الجزائر ونشأت في الجزائر، أريدك أن تسرد لنا ماذا كان يقال لكم عن المغرب، ماذا فهموكم في الحارة، في المدينة، في المسجد، في البيت. ما هي النظرة للإنسان المغربي في أوساط المجتمع الجزائري؟ هذا الكلام لا ترد عليه. شوف لا ترد عليه. لا فهموا. الأخ المغربي فهم أنه يرد علي بعد ما أرجع له مرة أخرى، لأنه عشان لا نجعل الإخوة ينتظرون. تفضل. عند الجزائريين على المغاربة، ممكن تفسر لي هذا أخي الجزائري؟ انا نفسر لك يا اخي سعد. شوف هذا البروبليم احنا مع المغرب علموها لنا في التعليم. انا شهاده لله كي كنت انا نقرا سنه اولى تحضيري، الاستاذه يعني المعلمه تاعنا كي تخرجنا في لاكور نلعبوا نشكلوا قطار، يعني احنا بنات وذريين نشكلوا قطار وندوروا في اللاكور وتقولنا نغنيو الاغنيه دي، نقولوا يا الطياره انا علبوك جيبي بابا من المروك. هذه شهاده لله باه نبين لك باللي النظام تاعنا هو اللي قلنا العدو هو المغرب. عيد يعني كي قلت لك كي كنت نقرا سنه اولى تحضيري، يعني سنه اولى تحضيري. ايوه، ما هي العباره؟ كانت العباره اللي يعني ما هي العباره اللي نقولوها؟ تخرجنا الاستاذه نقولوا نلعبوا في الساحه ونقولوا يا الطياره انا علبوك جيبي بابا من المروك، باه تعرف باللي النظام هو اللي حرضنا انه العدو هو المروك. فهمتني واش حبيت نوصل لك؟ احنا مقرينها لنا في التعليم ان العدو هو المغرب، وشهاده لله نشهد بها الى يوم الدين، نتحاسب عليها الهضره هذه. انت قرات هذا الكلام في المدرسه؟ انا ما قرأت قرايه، الاستاذه تاعي كانت كي تخرجنا لاكور نلعبوا تقولنا غنيو وقولوا يا الطياره انا علبوك جيبي بابا من المروك، وانا في عمري 5 سنوات. يعني كيف تستنى مني انا كي نكبر ونكون في عمري 14 عام كيف ما نعرفش ان العدو هو المغرب؟ هذه كنا نغنيوها اغنيه وشهاده لله، وهدرتها بليزير فوا الهضره هذه، واول خطره نزيد نهضرها في اللايف تاعك. انا نفهم لك خويا اسعد، كانوا ينشدوها. لحظه يا عزيز اصبر يا عزيز اصبر. يا الطياره لعن ابوك جيبي بوك من المروك. كيف بعيده عشان الحنها اريد الحنها. لحنها نغنوا ونقولوا يا الطياره انا علبوك جيبي بابا من المروك، يا الطياره انا علبوك جيبي بابا من المروك، جيبي بابا من المروك يا الطياره. والله يا اسعد، والله غنشهد بها الى يوم الدين، نتحاسب بها عند ربي الهضره هذه. يعني نهضر لك واش عشت معاهم انا نهضر لك في الواقع. يا لطيف وانت طفل هذا الكلام وانت صغير في المدرسه. وانا في عمري 5 سنوات، يعني نقرا سنه اولى تحضيري، سنه اولى ابتدائي. 5 سنين خاش انا في عمري 40 سنه، كنا نخشوا على 50 سنه على 5 سنين. الله. وهكذا كبرت
النظام كبر المواطن الجزائري ان العدو هو المغرب. ومن بكري يقولوا لنا، من بكري ما من سنه يعني النساء العجائز في الجزائر يقول لك ما تروحش للمروك تاع السحر تاع، من بكري يروحوا التهمه للمغرب، والمغرب حضاره عليهم يعني لا فيريتي. ماذا تقول العجائز؟ ماذا تقول كبار السن العجائز؟ ايش يقولوا؟ العجائز يقولوا لنا، يقول لك ما تحكي مع المروكيه هما تاع سحور، المروكيه تاع سحور. والله كيما نقول لك هذه الهضره تاع لي زالجيريان. عندنا واحد المثل اللي يقول، شوف عندنا واحد المثل اللي يقول في الجزائر، يقول لك اذا سحرتك المروكيه روح للبشاريه، واذا سحرتك البشاريه سلم امرك لله. عبالك احنا في بشار ثاني مختصين في السحر، خرجوا المعنى، قال لك اذا سحرتك المروكيه روح للبشاريه، واذا يعني البشاريه هي اللي تفك لك السحر تاع المروكيه، واذا سحرتك البشاريه سلم امرك لله، يعني ربي اللي يشافيك ما تبراش. كان مبشر اهل السحر يا اخي اسعد، وهذه شهاده لله اخي. ما قدرتش باش نطلع معاك باه ندير لك اضافه، لقيت تاعك معمر. زيد. اش كانوا يقولوا لكم؟ اش كانوا يعبوكم؟ اش كانوا يعبوكم على نقول له يا اسعد، نقول شوف دير له متابعه للاسعد باش فوق ما كان طالع لعنده بالكونت ديالك وصافي، يقول له انا الاسم ديالي اللي عندي باش يطلع لك مره اخرى. حنا راه غير صدقتنا مع اسعد هذه الليله هذه، وحنا مشرفين بك يا اسعد، والله العظيم تحياتي لك بزاف والله. يقريونا من بكري، يقريونا العدو هو المغرب، يقولوا لنا هكذا المروك ما تامنوش المراركه، بالكم من المراركه. هذا هو النطق تاع لي زالجيريان. يا لطيف. وتعرف انه في المقابل المغاربه يعلموا عيالهم هنا العكس، انه الجزائريين اخواننا وجيراننا ودم ورحم. شوف ايش الفرق. باسكو المغاربه انا عشت 8 شهور، انا مانيش نزكي فيهم، باسكو المغاربه هنا عندهم اصول وعندهم تاريخ، اما احنا الجزائريين ما عندنا تاريخ. الترك قعدت يا اخي 370 عام. احنا راه التاريخ مزيف تاع الجزائريين. يكذب عليك يقول لك احنا عندنا تاريخ او 1.5 مليون شهيد. ثاني ركزوا عليها النقطه اللي يكذب عليك اخي سعد ويقول لك عندنا 1.5 مليون شهيد. انا نقول لك من المنبر هذا 1.5 مليون شهيد قتلوه في العشريه السوداء. خاوتنا صح جزائريين في 94 و 92 قتلوهم، اللي قتلهم المخابرات وبايشوه السمعه تاع علي بالحاج. باه احنا نقولوا الارهاب، احنا نعرفوا التاريخ، احنا احرار. 1.5 مليون شهيد ما كاينه منها، التاريخ مزيف يا اخي اسعد، هذه الحقيقه. يا لطيف والله خوفتني يا صاحبي، اعوذ بالله. يعني يطلعوكم والله هذه الحقيقه اسعد، يعني كبروكم وانتم معقدين، مشحونين، معقدين نفسيا. عندهم نصيحتك الاسعد الشرعي كان غادي يزور الجزائر، نصيحتك ليه شنو تقول له؟ الشيخ اسعد زار الجزائر وبين يروح البلايص ليكس، يروح الشيراتون، هم يرحبوا بك. هم عندهم السياسه هذيك تاع اليهود، يرحبوا بك الشيراتون ويحطوك في اوتيل فخم. بصح كنت تقعد يعني وتشوف لا مونطاليتي تاع لي زالجيريان، مونطاليتي فو يعني برمجوا المواطنين الجزائريين ان العدو هو المغرب. والله غير نحكيها لك يعني. وانا اما التاريخ عفوا الاخوه يسالون في التعليقات كيف دخلت الى المغرب؟ انا جيت على تونس كازابلانكا، يسالوا على روحهم. انا جيت بطريقه قانونيه، وهذيك الجزائر ما ارجع لها. خلاص طلقتها. انا اموت هنا ونتدفن هنا في المملكه الشريفه، وعندي جيراني مغاربه يحبوني ويعرفوني وعلى بالهم باللي انا معارض، وهذيك البلاد ما نرجع لها. انا عندنا حكم عسكري يا اخي. انت كي تشوف من 2019 ل 2024 تم قتل 17 جنرال، كي تشوف جنرال يهرب في قوارب الموت، وراه الامن والامان اخي اسعد. البلاد سيفيني خلاص المسلسل وطلعت الكتبه، يعني المسلسل انتهى في الجزائر، ما بقى فيها ما يندار. كيف خلص المسلسل وطلعت الكتبه؟ يعني طلعت الكتابه. كي تتفرج مسلسل وينتهي المسلسل كي تطلع الكتابه يكتبوا فيها المخرج والممثلين ايوه واصحاب الصوت. الجزائر هكذا، الجزائر انتهى المسلسل وطلعت الكتابه، خلاص السيناريو. انت كي تشوف
انت كي تشوف تبون نهار صلاه العيد يقول ناصر جن، يقول ناصر الجن اللي هو جنرال قاتل خوتنا الجزائريين في العشريه السوداء، يقول له وجد روحك يا ناصر. احنا رانا في تهديد من عند النظام الدكتاتوري. لا حول. اذا يا اخي عزيز، لازم توصلني بهذا الاخ الكريم باي طريقه. خذوا ان شاء الله يا اخي اسعد. لو عايز لحظة. رقمه هاتف، لو عايز رقم واتساب بتاعه نبعته لك في الخاص. انا نعطيك رقمي تاع لا، فرنسا، لا، عندي واتساب لا لحظه. اذا بغيت اذا سمحت. لا تقولش من دولة، اصبر يا اخي، اصبر حبيبي. مرحبا حبيبي، مرحبا. الخاص انا قدني قفلتها يا اخي، شغلوني في الخاص، فانا قفلت الخاص في التيك توك. لكن ساعطيك الان رقم القناه. ساو معايا سجل عندك. صافي اصبر. سجل عندك يا صاحبي، سجل عندك هذا الرقم، سجله في ورقه ولا في التليفون الاخر. صافي 0 كم؟ 0 0 0 0 4 4 واصل واتساب. ايوه واصل 0 4 4 7 9 واصل 9 0 9 واصل 9 8 واصل 2 8 واصل. صافي 4 يلا 4. اوكي أنا سأعيده الآن سريعا وانت راجعه. 0 0 4 4 7 9 0 9 9 8 2 8 4 4. صافي. هو تمام هو تمام. عيدها لي انت عشان اتاكد منه. عين نعيد له انا. 0 0 4 4 7 9 0 9 9 8 2 8 4 4. اكزاكتومو بالضبط. دابا صاحبي، دابا ندخل عليك بالنمره. ميرسي بوكو مستر الشرعي.